من أجل الريمونتادا. البدراوي يتقدم بطلب جديد للإقجاع قبل مباراة الأهلي، وكصحية تبعد لاعبا بارزا عن تدريب الرجاء. أكبر من حل لاعب في تاريخ الرجاء 17 مليون. مدرب الرجاء في ورطة قبل مباراة الأهلي. الكبير ينتظر أخبارا سارا قبل موقعة الأهلي المصرية. دفعة معنوية قوية من الكاف تجاه الأهلي. المحذوف الرجاء قادر على تحقيق ريمونتادا تاريخية. رئيس بعثة النادي الأهلي: عندما نأتي للمغرب نحس وكأننا في بلدنا. البدراوي يهدد بفسخ عقد مستشهر رجاوي. جراد، شكرا لكم على الدعم في نشرة أمس. كنت فعلا أحسن سبونسور في القناة. وصلت الفيديو لأكثر من 700 لايك. يلا جراد نفرقوا هاد النشرة باللايك ونوصلوها ل 2000 لايك. يلا مشينا. عقد منذر الكبير مدرب الرجاء اجتماعا مع لاعبي الفريق للحديث عن مباراة الحسم ضد الأهلي المصري المقررة السبت المقبل. وتمحور الاجتماع بين منذر الكبير واللاعبين حول الحديث عن مواجهة الإياب، حيث خاطبهم وسط ملعب أكاديمية الفريق ضواحي الدار البيضاء بخطاب تحفيزي من أجل تدويب فريق هدفين الذهاب بالعاصمة المصرية. وحسب مصادر فإن المدرب التونسي للرجاء أكد للاعبي أن لا شيء حسم، وأن الفريق الأخضر قادر على تعويض هزيمة الذهاب والحسم التأهل أمام جمهور الرجاء بمركب محمد الخامس. وتابعت المصادر نفسها بأن منذر الكبير وضع أمام لاعبي سيناريوهات عديدة إلى جانب مباريات عالمية شهدت عودة أندية كانت تعرضت للهزيمة بأكثر من هدف، لكن في الإياب عادت في النتيجة. قرر مسؤولو فريق الرجاء بطلب جديد من فوزي الإقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية من أجل فتح أبواب مركز محمد السادس لكرة القدم بمدينة الرباط في وجه لاعبيه، وذلك استعدادا للمباراة الإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويأمل مسؤولو فريق الرجاء أن تستجيب الجامعة الملكية لطلبهم لتمكين لاعبيهم من خوض معسكر تدريبي مغلق بمركز محمد السادس استعدادا لمباراة الأهلي المصرية التي يعول عليها أنصار النسور الخضر من أجل إنقاذ موسمهم الكروي بعد أن فقدوا كل حظوظهم في تتويج بلقب الدوري الاحترافي. خاض فريق الرجاء أول حصة تدريبية في أكاديمية النادي تأهبا لمواجهة الأهلي، ووفق مصدر فقد شهدت الحصة التدريبية الأولى للرجاء غياب كل من محمد النهيري بداعي تعرض لمغض شديد حال دون تنقل لملعب التدريب، فيما غاب عبد الصمد البدوي بسبب إصابته بتمزق عضلي الذي أبعده عن الفريق الأخضر لمدة لا تقل عن أسبوعين. يذكر أن فريق الرجاء استأنف تدريبه بعد أن استفاد لاعب من يومي راحة بعد عودته من العاصمة القاهرة، علما أنهم تنتظرهم مباراة حارقة السبت المقبل أمام الأهلي، إذ بات زملاء أنس الزنيتي مطالب بتحقيق الفوز بفارق أكثر من هدفين من أجل التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. قرر المكتب المسير لفريق الرجاء تخصيص 10 ملايين سنتيم للاعبيه لإقصاء الأهلي المصري من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وعلم من مصادر موثوقة أن مسؤولو الرجاء قرروا تحفيز لاعبين بتخصيص منحة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم بعد تضاؤل حظوظ فريقين بالتأهل للمربع الذهبي دوري الأبطال عقب خسارتهم في مباراة الذهاب السبت الماضي أمام الأهلي بهدفين دون رد. وأوضح المصدر ذاته أن لاعب الرجاء قد ضمنوا في وقت سابق الحصول على 7 ملايين سنتيم عقب تجاوزهم لدور المجموعات، ليكون المجموع المنحة المالية التي سيتوصلون بها عند الإطاحة بالأهلي والعبور لنصف نهائي المسابقة المذكورة 17 مليون سنتيم. يذكر أن الرجاء والأهلي مباراة ستجرى يوم السبت المقبل بداية من الساعة 8 بالتوقيت المغربي. يعيش المدرب التونسي منذر الكبير واحد من أصعب أسابيعه في الرجاء منذ إشرافه على الفريق الأخضر خلفا لمواطني فوزي البنزرتي، وذلك بسبب مباراة الموسم ضد منافسه الأهلي المصري. وتلقى منذر الكبير سيلا من الانتقادات من مكونة نادي الرجاء الرياضي بعد خسارته مباراة الذهاب أمام الأهلي بسبب اختياراته ونهجه التكتيكي خاصة في الجولة الثانية، ما جعل الفريق الأخضر يعود بهزيمة قاسية من العاصمة المصرية نهاية الموسم
الموسم الماضي الأسبوع الماضي، ووضعت خسارة الرجاء مباراة الذهاب أمام الأهلي المدرب التونسي في حيرة من أمرين بشأن التشكيلة الرسمية التي سيعتمد عليها أمام الأهلي المصري، إذ يدرك منذر الكبير أن عدد التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ستصعف به بعيدا عن الفريق الأخضر حتى قبل نهاية الموسم. ووجد مدرب الرجاء نفسه في ورطة بشأن اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في مركزي الدفاع الأيمن ووسط الميدان بسبب إصابة لاعبيه الأساسيين عبد الصمد البدوي ومحمد المقعازي وتراجع مستوى البدلاء محمد النهيري وعد إلى مذكور ثم وليد الصبار، ما يصعب عليه اختيار تشكيلة المباراة فريقه أمام الأهلي. ينتظر الجهاز التقني لفريق الرجاء بقيادة التونسي منذر الكبير أخبارا سارا من قبل الطاقم الطبي للفريق بخصوص لاعب بارز قبل مواجهة الأهلي المصرية، وترقب كبير للضوء الأخضر من طرف طبيب الفريق من أجل عودة اللاعب إسماعيل مقدم للمشاركة بشكل عادي في التدريب استعدادا لمواجهة الأهلي المصرية. وغاب المقدم عن تشكيلة الرجاء في مباراة الذهاب بسبب الإصابة، حيث عاد دفاع النصور من غياب صمام أمانه وتلقى هزيمة بهدفين دون رد أمام الأهلي، ويأمل الكبير في استعادة جميع مصابيه من أجل دخول مباراة الأهلي المصري بأفضل وأقوى تشكيلة ممكنة في مباراة الإياب. تلقى الأهلي المصري دفعة معنوية من الكونفدرالية الإفريقية وذلك قبل المواجهة ضد الرجاء الرياضي والسبت المقبل، وتمكن الدفعة المعنوية في كون كل من جائزة أفضل لاعب في مباريات الذهاب دوري الربع، وأيضا جائزة أفضل هدف ذهبت للاعب نادي القرن محمد عبد المنعم، واختير محمد عبد المنعم أفضل لاعب في الذهاب دوري المشار إليه إلى جانب هدفه في مرمى أنس الزنيتي حارس مرمى الرجاء. يذكر أن هذه الجوائز خلت من أسماء لاعبي الوداد والرجاء بعد الهزيمة الأول ضد سيمبا التنزاني بهدف وحيد والثاني ضد نادي القرن بهدفين دون رد. اعترف هشام المحذوفي اللاعب سابق لنادي الرجاء بصعوبة المواجهة التي تجمع الفريق الأخضر بضيفه الأهلي المصري، وقال المحذوفي في تصريحات لجريدة مصر البلد برغم من صعوبة المباراة على الرجاء إلا أنه قادر على تخطي عقبة النادي الأهلي وتحقيق ريمونتادا تاريخية، ولكن بشرط التشجيع المثالي والحماس من الجمهور في المقابلة. وتابع في كرة القدم كل شيء ممكن، يجب تفادي بعض الأخطاء مقابلة الذهاب والتركيز أكثر وأيضا اعتبار مقابلة مصيرية. وأضاف لاعب الرجاء سابقا هي مباراة كرة القدم لا أقل ولا أكثر، ومن كانت لديه إرادة أكبر سيتأهل للدور القادم. وأردف المتحدث نفسه بطبيعة الحال سيؤثر تراجع أداء المجموعة في المباريات الأخيرة، لكن الآن لابد من الاشتغال على الجانب الذهني أكثر لتجاوز عقبة الأهلي الصعبة إذا أرادوا الذهاب بعيدا في المنافسة القارية. الأهلي فريق قوي ومتمرس على الصعيد الإفريقي ويمتاز بالتنشيط الدفاعي بكل لاعبيه، حيث لم يترك المساحات الكافية لمهاجم الرجاء للتسجيل في الذهاب خصوصا بوجود حارسه الشناوي. أشاد محمد الغزاوي رئيس بعثة النادي الأهلية باستقبال الذي حظي به الفريق المصري عند وصوله للمغرب استعدادا لمواجهة الرجاء. وقال الغزاوي في تصريح لوسائل الإعلام على هامش وصول بعثة الأهلي للمملكة: عندما نأتي إلى المغرب نحس وكأننا جئنا لبلدنا الثانية. وتابع: استقبال نادي الرجاء لنا مميز ويدل على وجود ود وحب، وأن هناك بين الفريقين تعاون دائم نحظى باستقبال المميز كما تعودنا منهم. واختتم: حظينا باستقبال هائل كما تعودنا دائما من المغاربة، ونادي الرجاء استقبلنا بشكل أكثر من رائع. قرر عزيز البدراوي رئيس فريق الرجاء الرياضي مراسلة مستشير للفريق تعاقد معه المكتب المسير لخوض مباراة دوري عصبة الأبطال لمنح فرصة أخيرة لدفع مبلغ 100 مليون سنتيم، الدفعة الأولى من المبلغ المتفق عليه في العقد. وأكدت مصادر رجوية أن المستشير الرجوي طلب مهلة في وقت سابق لدفع مبلغ 100 مليون بعدما لم يتمكن الرجاء من صرف شيكين تسلمهما من المستشير المذكور لحظة توقيع العقد بين الطرفين، إلا أنه لم
لم يلتزم بأداء المبلغ. وسيتوصل المستشار الرجاوي برسالة أخيرة من المكتب المسير للفريق لمطالبته بدفع مبلغ 100 مليون، وفي حال عدم التزامه بالدفع سيقرر مسؤول الرجاء فسخ عقده، وسيتراجعون الحمل علامة التجارية في مباراة دوري عصبة الأبطال في حال تأهل الفريق إلى دور النصف النهائي. وكان المحتضن الرسمي للرجاء قد عبر عن رغبته في دفع مبلغ جديد لوضع علامة تجارية في أقمصة الفريق الأخضر في مباراة دوري عصبة الأبطال، بعد علمه بالخلاف القائم بين المكتب المسير والمستشار المختص في العمران.